أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم؟ رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالسيف على رأسه فتنة. يعني الشهيد، ألا ترى معي أن الشهيد يؤمن من فتنة القبر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له أول دفعة من دمه، ثم قال: ويؤمن من فتنة القبر. فرجل سمع الحديث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفي بفتنة السيف على رأسه. إذن الشهيد يؤمن من فتنة القبر. أيضا يقول فضال رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ميت يختم على عمله الذي مات عليه الذي مات عليه، فمن مات مرابطا في سبيل الله فإنما ينمى عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. ويؤمن من فتنة القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفع من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. صححه الألباني.